صاحبه الثاني ما كذبش خبر، نزل الخبر ده بالجورنال، اللي يشتري يجي يتفرج. يعني خلي سيرته على كل اللي يشتغل. ماذا تحكم على هذا الصاحب؟ والله يا ما وضعت الخرابه الا عشان نشخ فيها يا شيخ حيدر، يعني ما فيهاش مشكله. بس انت شلون ما يخالف؟ يعني يصير هذا الصاحب يروح يعني يشنع عليه. وبعدين يعني ما يمكن، يعني ما بيمكن يعرف زمايله ان جواز الشخاخ على الزباله وفي الخرابه يا شيخ حيدر يعني. يا باشا، حتى السيدة عائشة لها قول. لا يعني اله الا الله يا شيخ حيدر، انت مال السيده كذب. عائشه؟ مش كانوا اتنين اصحاب دلوقتي يا شيخ حيدر؟ ايش لا ما دخل يخالف، السيده انا عائشه قلت دلوقتي؟ واضح. تقول كذب من قال ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بال واقفا، لا هي وهذا بتتكلم على انها لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه كانت موجوده في البيت فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. لكن من هي الذي، لا هي اسمعني بس، نظرة واحده الشيء واحده 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 يا شيخ حيدر، يا شيخ حيدر. ما تطلع من لا النبي. اله الا شيخ حيدر، من الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول واقفا؟ يا شيخ حيدر دي من ضمن العادات، دي من ضمن العادات. يعني مثلا لو جاءك رجل الان وقال لك لكم نبي يبول مثلما تبول النساء وهو جالس، هترد عليه تقول له ايه؟ هو ما يخالف صح، ما يخالف، بس هترد عليه تقول له ايه؟ طيب هترد عليه، رد عليه اتفضل. ما يقول ما شو اسمه، يقول تكذب. اقول له تكذب، انت وين شافه هو؟ الله. شلون يشارك؟ هو مش انتوا بتقولوا النبي يعني عبتم على النبي ان يبول واقفا، وفي نفس ما الوقت، ما مو كمان لم ناقضية. يبل وهو جالس؟ يا شيخ مو ناقضية، شلون يشنع عليه؟ مو ناقضية. لا شلون انا يشنع دلوقتي، واحد يهودي جاءك وقال لك عندكم نبي يبول كما تبول النساء، ما يخاوش زين بال هو واقف، هترد ليش عليه؟ لا حول. هترد على الراجل ده تقول له ايه؟ ليش يشنع عليه؟ ليش يشنع عليه؟ ليش ينقلها؟ يعني بس ليش؟ انا والله ما فهمت منك ولا كلمه يا شيخ حيدر. لا يعني ما يخالف، يعني انا واحد هو صديقي دلوقتي قال هو مش عاجبه الطريقه، واحد مش عاجبه الطريقه زي ما انتم مش عاجبكم طريقه البول واقفا، مع ان نص العراقيين شباب العراق بيبولوا واقفا، لكن مش مشكله. لا مو هنا يعني. اسمع بس، اسمع. الان جاءك واحد يهودي كما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا القول ده ما جبتوش من عندي، ان نبيكم يبول جالسا كما تبول النساء، هترد عليه تقول له ايه؟ اقول له كذاب. كذاب ايه؟ ما هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا. ليش تنقل الخبر؟ اقول له ليش تنقل الخبر؟ ليش تجيبه؟ ليش ليش ايه؟ تشنع؟ ليش قاعد تنقل الخبر؟ يا استاذ، هو دلوقتي راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول جالسا فقال لكم نبي، اسمعني بس، اسمعني شيخ حيدر، فقال لكم نبي يبول كما تبول النساء. هي ارزله ليش قاعد ينقل الخبر؟ والله ما ليش؟ فهمت منك حاجه يا شيخ حيدر. مرزله يعني احكي عليه، يعني شو اقول ليش تنقل الخبر؟ ليش؟ انا ما بتكلمش على الناس لقت الخبر عادي. احنا بص يا بص انا اشكالي يا عم هاي. اصبر بس يا شيخ حيدر، اصبر بس دقيقه واحده. اولا دي من العادات، سواء بال جالسا او بال واقفا، ديت ليست من خوارم المروءه، ليست من خوارم المروءه. لان انت عندك مثلا لو انتوا كعراقيين شيعة بتبولوا جلوس، تمام؟ احنا عندنا كرجال في مصر بنبول وقوف. لو انت اتكلمت الكلام ده جيت مصر وقلت، يعني انت مثلا الروايات اللي انتوا بتجيبوها وتقول النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، ليه المصريين المتشيعين ما حدش اخذ الروايات دي وتكلم بها؟ لان معظم المصريين، او اقول لك 99% من رجال مصر بيبولوا وقوف. يعني عندنا كل المراحيض يجلك الله، كله بيدخل ويبول واقفا. لو كان في صحراء بيبول واقفا. اهم شيء في البول الا يرتد اليك بولك، هي دي قصه، سواء جالسا او واقفا. لذلك يعني انت لو انت رحت، معلش، لو انت رحت اي دوله غربيه وقلت لهم السنه يقولون ان النبي يبول واقفا، يقول لك طب ايه المشكله يعني؟ ايه اللي انت جاي بيه يعني؟ فيا شيخ حيدر كبروا عقلكم شويه، ما يبقاش عقلكم موجود بس في الحته دي. شكرا ليك يا شيخ حيدر. المهم انت ما جاوبتش اليهودي عندما قال لكم نبي يبول كما تبول النساء، ما قدرتش تجاوبه.
هي كلها من العادات. أهم شيء سواء بلت جالسا بلت واقفا ألا يرتد إليك بولك، خلاص، وتاخد ستر عن الناس. يعني بمعناها إيه؟ إن معناها إن مفيش حد يرى العورة بتاعتك، مفيش حد يرى العورة بتاعتك. لكن أنا شايفك من بعيد وأنت تتبول، ما أنا عارف إن أنت بتتبول، إما أنت رايح الصحراء جوه هناك ليه؟ سواء جالسا واقفا. فعندما ياتي صحابي ويقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، طب ما هو صح، ايه المشكله؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا، ايه المشكله برضه؟ المهم ان هو قال لا يرى العوره. 30,000 واحد بيدخلوا المراحيض العامه، الحمامات العامه، وبيقوموا متصففين كلهم كده، ولكن في حواجز، انت ما بتشوفش عوره اخيك، بتشوف ظهره بس. لا حول ولا قوه الا بالله. يا الله المستعان. الإشكالية كمان يا إخوانا، واتكلمنا فيها كتير، إن عندهم أساسا المعصوم عندهم أباح البول واقفا، فإن كان البول واقفا لا يجوز فلماذا يبيحه المعصوم؟ وعندهم رواية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه بال حتى رغى، يعني بال واقفا لحد ما البول بتاعه عمل رغاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. لعد ليش ما تقبلون شهادة اللي يبول واقفا؟ يعتبر عندكم ليس عدلا. الذي يبول واقفا أمام الناس يعني، ولا الذي يبول واقفا في صحراء، ولا الذي يبول فين؟ انتوا عندكم بالنسبة للأحاديث اللي ترووها، إذا عندكم أنا راوي بسألك بس دلوقتي، يبول الذي أسقط، واقفا معلش، الذي لا أسقط، تقبلون يا شهادته حول ولا قوة إلا ولا بالله. يعتبر. يا عم أنت دماغك فيه حاجة لسعة يعني، مش تسمع الكلام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أنت تنكر أساسا أن المعصوم عندك أباح البول واقفا؟ لو أباح البول واقفا يبقى حضرتك اللي أنت جاي بيه برضه يطبق على المعصوم عندكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل. اتفضل، فك الكتم عن نفسك، اتفضل. انت بالنسبة لك تقول السؤال الحلقة كان إذا بالنسبة للإمام يعني من مات منكم ولم يعرف إمام زمانه مات من ده انت غيرت بقى. اتفضل. بالنسبة لك انت غيرت. قبل شوي انت كتمتني، مو انا اللي كتمت. لا يا حبيبي، انا بكتمك بس عشان اعرف اتكلم، لان انتوا ما بتدوش حد فرصه يتكلم. اتفضل. انت اللي ماخذ العالم حاصل فاصل يا باشا، انت الان تقول انت ادعيت ان من بال واقفا تسقط الشهاده بتاعته. لا حول ولا قوه الا بالله. انت ادعيت وقلت من يبول واقفا تسقط الشهاده عنده، صح؟ مش انت اللي قلت كده؟ مش انت اللي حضرتك قلت الكلام ده؟ انتم الذين تقولون. يا عم احنا الذين نقولون. اتفضل هات لنا من الذي قال بهذا الكلام. انتم تقولون من يبول واقفا. يا عم اتفضل هات لنا من الذي قال هذا الكلام. اتفضل. انت بالنسبه لك انت تعتبر نفسك شيخ؟ لا، اعتبر نفسي شيخ يعني شيخ المشايخ الشيعة كمان. انزل يلا العب تحت، يلا انزل العب تحت، كبس لك تكبستين يمكن تنفعوك. السلام عليكم. اتفضل. كيفك شيخ؟ الحمد لله. أخو شيخي، أنا مسيحي، حاب إني أنا أهتدي بعد دراسة طويلة الحمد لله. حبيت إني أنا أهتدي. شو بتوجب علي بس؟ انت حضرتك كنت مسيحي وحابب نعم. تدخل الاسلام يعني؟ نعم. تغتسل وتنطق الشهادتين. مغتسل. طيب، وانت معايا الشهادتين ان شاء الله. يلا. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. واشهد ان محمدا رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. واشهد ان عيسى وأشهد أن عيسى ابن مريم
ابن مريم عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. أحسنت، ربنا يتقبل يا رب. طبعا أنت شكرا عارف بقى لك. الباقي، الصلاة، الصوم إلى آخره، يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان. يمكن أحكي لك شيء يمكن ما تصدقوني. أنا اتفضل. كنت أتابعك كثير، يمكن من سنة أنا متابع لك، سواء على اليوتيوب أحضر بثوث وأحضر فيديوهات إلك، متابعك. ف يعني حبيت إني أنا أكون نهتدي على إيدك إن شاء الله. وحابك، يعني بصراحة أنا بحبك في الله يعني. أحبك الله. شكرا كثير، شكرا كثير يا شيخ. العفو إن شاء الله. العفو، ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك جميعا. نعم. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله له الثبات. لو معانا شيء إن شاء الله عايز يجاوب على السؤال يتفضل يكتب رقم 5. لو معانا قرآني للنقاش ما في مشكلة يكتب رقم 2. لو معانا ملحد يكتب رقم 1. استاذ وليد السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ والله بخير حال الحمد لله. الله يحفظك استاذ. اتفضل. ممكن سؤال؟ لا مش ممكن، احنا عندنا سؤال عايزين إجابة. ايه هو السؤال؟ لا بد للأمة من إمام معصوم، ولولا وجود الإمام لساخت الأرض. بس ما جابته. ما معنى لولا وجود الإمام؟ ما معناها؟ ما دورت شنو؟ صوتك يقطع حبيبي، بس شويه ممكن؟ طيب لما الصوت يرجع لك تاني يبقى تعالى إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخنا. وحياك الله. اتفضل. ربي يحفظك. الشيخ، هناك حديث في صحيح مسلم. لا احنا عندنا سؤال. عندنا سؤال. نعم. السؤال هو لولا وجود الإمام لساخت الأرض. ما معنى لولا وجود الإمام؟ والله يا شيخنا هاي خرافة كخرافة البخاري الذي يقول النبي يتبول أمام الناس، النبي مسحور. كبس براسك، كبس براسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. شيخ وليد، أنا بس حبيت أسلم عليك لأني نحن من سوريا بنحبك كثير. أحبك الله وأحب الله أهل سوريا. حياك الله، ربي يبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك لا إله إلا الله محمد رسول الله. لولا وجود الإمام لساخت الأرض. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ما معنى وجود الإمام وقائم لله بحجة؟ ما معناها؟ لو عندنا ملحد عايز النقاش إن شاء الله مفيش مشكلة. لو عندنا قرآني عايز يناقش ما عنديش مشكلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما عندهمش جواب. لولا وجود الإمام لساخت الأرض. لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ما معنى لولا وجود الإمام؟ ما معنى قائم لله بحجة؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماكو خلاص مفيش. قائم لله بحجة ليس موجود. إمام ليس بإمام. حجة ليس بمبين. ايه رأيكم يا جماعة؟ السؤال ليس له إجابة عند الشيعة، لأن وجود الإمام عندهم شيء مخترع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين ننام يعني ولا ايه؟ ماكو شيعة ما عندهمش حد يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ قائم لله بحجة. لولا وجود الإمام لساخت الأرض. ما معنى وجود الإمام وما معنى قائم لله بحجة؟ ما معنى وجود الإمام وما معنى قائم لله بحجة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ وليد، تفضل. أقول لك أنت ليش تتجاوز على الشيعة؟ لا ما بتجاوز على الشيعة. تفضل جاوب على السؤال. حيا الله شيخ وليد، والله بس حبيت أسلم عليك. أنا آسف. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قائم لله بحجة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ وليد، أنا مسلم، يعني لو سمحت عندي فتوى لو أمكن، ولا وقت تاني؟ لا والله لو فتوى فقهية أنا ما بدي فتاوى فقهية. ربي يبارك فيك. يا رب. السلام عليكم وعليكم شيخنا. السلام. الحمد لله. الله يسلمك ويحفظك ويعطيك الف عافيه يا رب. يا رب وجميع المسلمين. شيخنا من يومين صعد معك واحد شيعي سألك قال لك يعني ايها الافضل اليهود ولا الشيعه؟ قلت له اليهود. فكثرنا من هالشيء هذا لانه اتفاجئ به ناس حتى الان عندها كان قلبها رهيب على الشيعه. طلع معايا واحد وانا قلت له ان اليهود افضل من الشيعة. نعم. لكن هم في الظلم سواء. يعني اخف ضررا تقصد؟ والله ما اعرف يعني انا ازعجني حتى هم الاثنين اعداء. يعني هم الاثنين اعداء. نعم هذا الصحيح، هذا الصحيح يعني. نعم. انا اريد تنبه الناس على الشيء هذا، يعني انهم مو سهلين ذولا، هذول ازود من اليهود. حتى الان في ناس متساهله معاهم ويقول لك لا هذول كويسين وهذول. انت عندك عدو ظاهر وعدو خفي، فانت دايما بتنبه الناس على العدو الذي يخفى عنهم، الذي يستعمل التقية معهم. لكن العدو الظاهر كلنا عارفين من اليهود وكلنا عارفين من النصارى. الله المستعان. طب يا جماعة لما يجي شيعة الله يكرمكم بصحوني، اهو واحد بيكتب رقم 5 اهو. احمد
يا سفيان واحد بيكتب رقم 5 الحقه. يعني تخيل ان انت تخترع حاجة في دين الله عز وجل وما تجد لها اجابة. طب ازاي؟ اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. الو، يعطيك العافيه شيخ. اتفضل يا اخي. شيخ بس لأفهم السؤال، حضرتك عم تقول انه الارض لساحت يعني سمني زبده، هيك السؤال شيخ؟ الارض دي تبقى زبدة كده، تبقى سايحة كده، عاملة زي السمنة السايحة، ونطلع منها مرطة كمان. يا سلام. عفوا شيخ، هلا بس عندي سؤال. انا كذا مره كل ما امر بمس مع شيعي او شيخ لاقي نفس السؤال تبع النبي انه عم يقول واقف، هن شو اعتراضهم؟ يعني يطعنوا بالنبي ولا شو الترتيب؟ هو بيقول لك لا، المفروض النبي لا يبول واقفا، مع ان يعني 99% من العالم يبول وقوف، رجال العالم يبولون وقوف. الناس فاضية ما عندهاش اي حاجة تعملها والله. يعني تخيل، يعني يأتون يقولون ان البخاري يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فيها منزل للرسول وهذا. يعني تخيل أن يأتي واحد يقول البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول واقفا، ويبقى غضبان جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت لا يتمعر وجهه عندما يسمع أحاديث أكثر من 2000 رواية عنده في كتبه تقول بتحريف القرآن. تخيل يعني، تخيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. لا إله. وعندهم علي بن أبي طالب بال واقفا حتى رغى، وعندهم المعصوم قالوا سألوه عن البول واقفا قال لا بأس. لا بأس، يعني ما فيهاش مشكلة. وسألت أنا الشيخ حيدر من شوية، بقول له يا شيخ حيدر لو جالك يهودي وقال لك نبيكم يبول كما تبول النساء، هترد عليه تقول له إيه؟ يعني من جلوس. الله المستعان. الناس دي يعني مش عارف الواحد يتصرف معاهم ازاي، يعني لو شغلوا عقلهم بس. طيب الشيعي يكتب رقم 5، اللي عايز يرد على السؤال يكتب رقم 5. اتفضل. تفضل دافع عن رواية عكرمة. روح لبشر النخاس ان شاء الله يدافع لك عنها. بشر النخاس اللي بات مع نرجس يوم بحاله في بغداد، اللي قعد 4 ليالي الشمس تطلع وبعدين الليل يجي وبعدين الشمس تطلع وبعدين الليل يجي والشمس تطلع والليل يجي والشمس تطلع والليل يجي، وهو معاها بدون محرم. يلا بيكتبوا لك 5 هو يا حاج. اتفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. اتفضل. معك أعرف عن نفسي الأستاذ الدكتور المهندس قرار الحسيني. شو أخبارك أستاذ وليد؟ الأستاذ إيه؟ أريد أني الأستاذ الدكتور المهندس قرار الحسيني. أتشرف بيك أستاذ وليد. اتفضل. وأريد سؤال قبل بسؤال. حضرتك بعد ما تجاوب السؤال بتاع الحلقة ابقى اطرح السؤال اللي انت عايزه. سؤال الحلقة أستاذ وليد تفضل، أريد أسمع مشان الجمهور يفهم. ما في مشكلة إن شاء الله. لولا وجود الإمام لساخت الأرض. ما معنى لولا وجود الإمام ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟ ما معنى قائم لله بحجة؟ وجود الإمام ضروري جدا أستاذ وليد، لأن أنت تعرف الأرض تدور حول الشمس، وساحت بمعنى لصقت بالشمس وذابت. هو أنا سألتك الأرض قريبة من الشمس ولا لأ؟
لا أنا الإمام هو بسألك اللي يضع ما على معنى جملة لولا وجود الإمام؟ لولا وجود الإمام، ما معنى كلمة وجود الإمام؟ الإمام موجود سواء في قبره أم في غير ذلك. ما زال الإمام موجودا فالشمس على الشمس مكانها والأرض مكانها والدور حولها فلن تسير. ازاي إمام أساسا وموجود في القبر يعني؟ يعني ازاي يكون إمام يقود الأمة؟ المفروض ان هو يقود الأمة، وقيادة الأمة لا تكون إلا وأنت حي. فنحن نتكلم عن أحياء لا نتكلم عن أموات، حتى لا نتكلم كمان على فلان ده سموه إمام وهو حتى ميت. ما النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة والله عز وجل وهو متوفي، لكن هي قضية كلها أنتم تتكلمون عن إمام حي. إمام حي، فما تجيش تقول لي تربة هنا وقبر. أستاذ وليد استوعبني، نحن نؤمن بالغيبيات والمعجزات. الإمام لا يحتاج لجسده المادي للقيام بهذه الوظائف. ايه هي الوظائف طيب؟ مثلا عدم تسييخ الشمس نهائيا على الأرض. مش الشمس اللي تسيخ، الأرض اللي تسيخ. طب ما هو ما بين سيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أنبياء ورسل، ومع ذلك الأرض لم تسيخ. أستاذ وليد والله حاب أناقشك، والله العظيم حاب فلا يعني لا تاخذ ناقشني وشوف الكلام اللي راح. ما أنا بناقشك اهوت. أنتم قلتم لولا وجود الإمام. كلمة وجود الإمام أي قائم بيننا، أي قائم بيننا، يعني موجود له أمر وله نهي. أستاذ وليد الإمام لا يظهر بشخصيته. أمال يعني بيظهر بشخصية مين؟ كان يتواصل ويا الخامنئي عن طريق هاي الأستاذ الخامنئي. بيتواصل مع الناس عن طريق من؟ السيد الخامنئي كان يجيب. لا ده مش الخامنئي بس، ده أنا كمان بيتواصل مع الناس من خلالي. يعني أنا دلوقتي بتكلم بكلام الإمام. أستاذ وليد هسه أنت تقول لي لا تسيخ الأرض، لا تسيخ مستحيل. أنا خلاص سيبنا من السياخة دلوقتي. أنا بتكلم، أنا دلوقتي كلامي ده هو كلام الإمام. يعني الإمام بيجي لي جنب ودني ويكلمني وأنا بنقل كلام الإمام الآن. هل تستطيع أن تكذبني؟ أقول لك لو أنت شيعي بمرتبة السيد الخامنئي كان كلمك يا باشا. أولا المهدي ليس بشيعي. أقصد السيد الخامنئي. يا باشا أنا ماليش دعوة بالخامنئي. ما هو كل دلوقتي البينة على من؟ على من ادعى. أنت ليس عندك بينة أن المهدي يأتي لعلي خامنئي، صح؟ فكل إنسان ممكن يدعي. أنا أدعي أن الإمام دلوقتي بيجي له جنب ودني بيكلمني، قول لهم يا وليد كذا وكذا وكذا وكذا. هل تستطيع أن تكذبني؟ أستطيع. إزاي تستطيع؟ أنت صحة هذا الكلام راح أقول لك شلون. تفضل. هسه مضيق هرمز مين مسكره السيد الخامنئي بأمر من الأسياد. يعني هو لما سكروا بأمر المهدي، طب ولما فتحوه بأمر أمريكا. هاي والله ما تجاوبوا عليك عليه أستاذ وليد، حكيك من ذا. حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. تفضل. تفضل يا حاج اللي عجزت. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل. تفضل اللي عجزت. طيب اللي عايز يجاوب على سؤالنا يكتب رقم 5 من الشيعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك سلك عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام. اتفضل.
سؤالي هو لولا وجود الإمام، ما معنى كلمة وجود الإمام؟ ولولا وجود الحجة أو قائم لله بحجة لساخت الأرض، ما معنى قائم لله بحجة؟ أو لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ما معنى كلمة أو الجملة قائم لله بحجة؟ الرحمن الرحيم. الشيخ شنو رايك العب بطيزك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. شو بدك بهذا؟ بدي أحكي كلمة وأنا من أشد معجبينك، وأنا مسلم سني من سوريا من حماه، وكلمتي هي يلي بدها تضغط الكل طبعا. وتحياتي للشيخ وليد إسماعيل من نص حماه من ساحة العاصي، الله يحميك ويخليك سند إلنا كلياتنا، وسلام الله عليك ويلعن روح المضغوطين. الله المستعان. السلام حياك عليكم الله. ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتفضل. اللي عايز يجاوب على السؤال من الشيعة يكتب لي رقم 5. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ والله بخير حال الحمد لله. يا شيخ انا مسلم سني. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله.